تحية لكل الرفاق والرفيقات الصامدين والصامدات في هذه المعركة الوطنية المفتوحة التي تخوضها الجمعية الوطنية تحت شعار النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل. كما نحيي كافة الجماهير الشعبية اللي كتخوض نضالات بطولية في كل المواقع ديال الصمود. كما نحيي رفاقنا المعتقلين معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب اللي كيخوضوا اضرابات طعامية قدموا الجمعية تحالفات قوية. قدموا الجمعية تحالفات قوية. قدموا الجمعية تحالفات قوية. قدموا الجمعية تحالفات قوية. وندين الترسانة القمعية التي تجابه بها نضالاتنا من أجل حقوقنا العادلة والمشروعة. ونقول بأن لا القمع لا المنع لا الاعتقالات والمحاكمات السورية ستثنينا عن النضالات ومهما كلفنا ذلك من ثمن. القمع لا يرهبنا والقتل لا يفنينا، الجمعية الوطنية تحيي النضال فينا. القمع لا يرهبنا والقتل لا يفنينا، الجمعية الشعبية تحيي النضال فينا. كما نحيي الرفاق من موقع تازا، يعني من احداث تازا اللي تم اليوم محاكمة ديالهم وتم تخفيض الحكم من 10 أشهر إلى 5 أشهر. ومن ضمنهم رفيقنا الرفيق الخرباوي اللي من الفرع تازا. محاكمات سوريا بإخبار القاضية، محاكمات سوريا بإخبار القاضية، محاكمات سوريا بإخبار القاضية، قضية المحرقات قضية القضية. الرفاق نقف اليوم أمام هذه المؤسسة التي تعرف التوظيفات المشبوهة، تعرف ولا أدل على ذلك هي التوظيفات المشبوهة سياسيا، بحيث أن تفجير الفضيحة يوم البارحة من داخل البرلمان بأن هذه المؤسسة تنوي يعني أنها من أجل توظيفات سياسية 200 بوست بتقديمها إلى الأحزاب من أجل كذلك تكريس واقع البطالة في ظل الإقصاء الممنهج وفشل السياسة التعليمية وسياسة التشغيل، سياسة طبقية وسياسة صفوية تستهدف الجمعية، وسياسة التشغيل، سياسة طبقية وسياسة صفوية تستهدف الجمعية. نقول بأننا أنه لا المخططات الطبقية المفروضة اللي كتطبقها هذه المؤسسة بالنسبة للميثاق اللي أثبت الفشل ديالو، بحيث أنه ثني بأموال ديال الشعب المغربي، وبالتالي أنه تم الفشل ديالو. ولا المخطط الاستعجالي اللي تم
شراء ديالو من بلجيكا بأموال طائلة، لأن نقول بأنه أثبت الفشل ديالو. ونحيي كل مواقع الصمود ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب اللي كتناضل ضد كل هاد المخططات الطبقية اللي كتفرض من الدوائر الإمبريالية العالمية. ونقول بأن هذه المخططات انطلاقا من التقويم الهيكلي ما هي إلا مخططات لا شعبية لا وطنية ولا ديمقراطية تفرض على الشعب المغربي. وبالتالي حتى الخطاب ديال المسؤولين اللي كيقولوا بأن الشواهد لا تلائم وسوق الشغل، نتساءل هذه الشواهد من منحها لهؤلاء المعطلين؟ ولاد الشعب الزناقي، ولاد الشعب مشي تجلس، شعبي ديمقراطي، ولاد الشعب الزناقي، تعليم شعبي ديمقراطي. كان بالنسبة للمخططات واللي هي واضحة الأهداف ديالها، وهي فرض مخطط ديال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل الاستعمار غير المباشر. نقول بأن كل هذه المخططات يعني أن الشعب المغربي يعني يستأذن من أجل تطبيقها. ونقول أننا نطالب بسياسة وطنية ديمقراطية شعبية. كما نطالب بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وكذلك من أجل شغل الوظائف المتوفرة في هذه الوزارة، وتشبت الجمعية الوظيفة والشرعية، وتشبت الجمعية الوظيفة والشرعية، وتشبت الجمعية الوظيفة والشرعية. وما نطالب كذلك بحذف شرط السن في الولاج إلى المعاهد، للمخول أنها من بعد التكوين فيها أننا نكونوا أنه توظيف في التعليم. وكذلك حذف الساعات الإضافية لرجال ونساء التعليم، بحيث أننا إذا حذفنا هذه الساعات الإضافية فهي مناصب شاغرة، وبالنسبة لنا هي كتمكن من توظيفات هائلة في قطاع ديال التعليم. وكذلك أنه هناك أن الوزارة تعطي رخص كذلك لرجال ونساء التعليم من أجل السد الخصاص وهادشي ديال المنشطين غير التربية غير النظامية. فهي مناصب ممكن أن توظف العديد من أصحاب الشواهد. لا للزبونية ولا للزبونية، والبديل الحقيقي شعبي ديمقراطي. الرفاق والرفيقات، نحييكم عاليا، ومعركتنا لا زالت مستمرة من أجل المطالب العادلة والمشروعة، كاف المسطرة من داخل أنه معركتنا الوطنية المفتوحة. وفي الأخير نحيي ساكنات بوكيدار اللي كتخوض إضراب عام يا نضالية بوكيدار الصامدة، وتحية نضالية بوكيدار الصامدة، وتحية نضالية بوكيدار وكل المناطق اللي الآن الجماهير الشعبية
وكتخرج في احتجاجات عارمة من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، ومعركتنا لا زالت مستمرة. وتحية نضالية عالية، ودمتم للنضال أوفياء، وتحية نضالية.